سبسكرايب. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كورة جزائري، حيث نوافيكم بكل جديد عن أخبار الكرة الجزائرية. تحدث الصحفي الجزائري لخضر بريش عن مدرب المنتخب الجزائري، حيث دافع عنه واختلف مع حفيظ الدراجي في رأيه، حيث قال: لا أرى بأن هذه الانتقادات في محلها، لأن في هكذا تصفيات لا يهم الأداء، ما يهم هو النتيجة. صحيح في عيوب كثيرة والمدرب على علم بها، خاصة أننا مثلا نتلقى أهداف، أن المحور يعاني، نحتاج إلى حارس مرمى كبير، لأن في عالم كرة القدم لنبني منتخبا أو فريقا يجب أن نبدأ من الدفاع. دفاعنا يعاني قليلا، فأتمنى أن تصحح هذه الأخطاء. الانسجام أيضا يبدو ناقص، ونحتاج أيضا إلى إيجاد طريقة وأسلوب للكرة الجزائرية ولهؤلاء الشباب الذين جاءوا من مدارس ومشارب مختلفة من أوروبا، تكونوا في أكاديميات مختلفة. الانسجام غير موجود حتى الآن، لكن مع الوقت مع المباريات أيضا فأرى بأن لدينا إمكانيات كبيرة وهائلة للاعبين، مهارات قوية، نحتاج إلى اللياقة أكثر إن شاء الله، ولانضباط في الملعب، وعدم تضييع الفرص التي تلوح إلينا، وأننا أصبحنا دائما نعود في الأشواط الثانية. المنتخب الجزائري إن شاء الله في كأس العالم، المباريات المقبلة سنرى منتخب مختلف من حيث الأداء، من حيث أسماء اللاعبين أيضا، وتكون الفرحة أكبر إن شاء الله في المباراة الأخيرة أمام أوغندا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.